في عمق رمال مصر الذهبية، جوه التاريخ اللي نايم ومغطيه الغموض. في حكايات لحد دلوقتي بتخلي الواحد يتخض ويستغرب. ومن بين كل أساطير الفراعنة، لعنة الفراعنة دي أكتر حاجة عاملة جدل بين الناس. يا ترى دي مجرد خرافة، ولا في قوة خفية كانت بتحمي مقابر الملوك من أي حد يفكر يمد إيده عليها؟ رحلتنا النهاردة هتكون في قلب الغموض. هنحاول نفهم إيه هي قصة اللعنة دي، وإزاي بدأت، وأشهر حكاياتها، وهل في تفسير علمي لكل ده؟ استعدوا الرحلة في عالم الأسرار، ويلا بينا نكتشف القصة اللي ورا القصة في لعنة الفراعنة. أسطورة لعنة الفراعنة مش مجرد حكاية ظهرت في العصر الحديث، ولكن الجذور بتاعتها ممكن تكون أقدم بكتير. المصريين القدماء كانوا مؤمنين بالبعث والحياة الأخرى، وإن سلامة الجسد والكنوز المدفونة معاه ضرورية لضمان حياة أبدية للمتوفي. عشان كده كانوا بياخدوا كل الاحتياطات اللازمة عشان يحموا مقابرهم من اللصوص. المؤرخين بيشيروا لوجود بعض النقوش في المقابر بتحمل نوع من التحذير أو التهديد لأي شخص يفكر يسرق أو يدنس المقبرة. التحذيرات دي ما كانتش صريحة دايما بكلمة لعنة، لكن كانت بتوعد اللي يسيء المقبرة بعواقب وخيمة، زي فقدان الثروة أو الأمراض أو حتى الموت. الهدف منها كان إخافة اللصوص في عصر ما كانش فيه كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار. سنة 1922 في وادي الملوك بالأقصر، عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر كتب اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ. بعد سنين طويلة من البحث والتعب، وبتمويل من اللورد كارنر فون، كارتر اكتشف اللي أي عالم آثار كان بيحلم بيه: مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، سليمة محدش لمسها من آلاف السنين. كان اكتشاف مبهر، كنز يتسمى بكنز الكنوز، بس هو في لحظة تحول لبداية سلسلة أحداث غريبة ومخيفة خلت قلوب ناس كتير تتنفض. مفيش وقت طويل عدى على فتح المقبرة إلا والشائعات انتشرت زي النار في الهشيم. أول واحد اتصنف كضحية كان اللورد كارنرفون نفسه. بعد كام شهر بس من الاكتشاف، ناموسة قرصته، والقرصة دي اتطورت لتسمم وأدت لموته. مش ده الغريب. الغريب ان الكلب بتاعه اللي في انجلترا مات في نفس اللحظة اللي اللورد مات فيها. وكمان الكهرباء اتقطعت في القاهرة كلها وقت موت اللورد كارنرفون. الجرايد العالمية مسكت في القصة دي وبدأت تتكلم عن لعنة الفراعنة اللي بتحمي قبر الملك الصغير توت عنخ آمون. والموضوع ما خلصش عند كارنرفون وبس. في خلال كام سنة ناس كتير شاركت في فتح المقبرة أو كانت قريبة منها وبرضه مات. منهم جورج جاي جولد صاحب كارنر فون، زار المقبرة ومات بعدها بشوية بحمى مفاجأة. آرثر مايس، واحد من فريق كارتر، مات بمرض غريب. ريتشارد بيسل، سكرتير كارتر، لقوه ميت في ظروف محدش فاهمها. أرشبال دوغلاس ريد، دكتور الأشعة اللي فحص موميا توت عنخ آمون، مات بمرض مفاجئ. حتى الطيور والحيوانات اللي كانت مع البعث ما كانتش في أمان. بيحكوا إن الكناري بتاع كارتر بلعته كبرى في نفس يوم فتح المقبرة. خلي بالك، الكبرى دي هي رمز الحماية الملكية للفراعنة. الصحافة العالمية وقتها وخصوصا الصحف الإنجليزية لقت في الموضوع ده مادة دسمة جدا للنشر. بدأت تنشر قصص مرعبة ومبالغ فيها عن لعنة الفراعنة اللي بتطارد كل من يجرؤ على إزعاج الراحلين. ده ساهم بشكل كبير في ترسيخ الأسطورة في أذهان الملايين حوالين العالم. ومش بس مقبرة توت عنخ آمون هي اللي ارتبطت بيها أساطير اللعنة، في حكايات تانية كتير على مر التاريخ. مثال تمثال أمون رع في المتحف البريطاني، بيقال إن التمثال ده بيطلع أصوات غريبة بالليل، وإن أي حد بيقرب منه أو يحاول ينقله بتحصل له حوادث غريبة. وحكايات تانية عن مومياوات معينة في المتاحف بتسبب سوء حظ أو أمراض لكل اللي بيتعامل معاها. حتى في قصص حديثة عن أشخاص اشتروا قطع أثرية مسروقة أو غير شرعية
وتعرضوا لمشاكل كبيرة بعدها. أكيد العلم ما حبش يسيب الظواهر دي من غير ما يحاول يفسرها، والعلماء قدموا كذا نظرية منطقية للي بيحصل، منها الفطريات والبكتيريا. المقابر القديمة دي اللي كانت مقفولة من آلاف السنين هي بيئة مثالية لنمو أنواع نادرة من البكتيريا والفطريات السامة. الواحد لما يستنشق الكائنات الميكروسكوبية دي ممكن يجيله أمراض خطيرة في الجهاز التنفسي أو التهابات مميتة، خصوصا لو مناعته ضعيفة. الغازات السامة، بعض النظريات بتقول إن ممكن يكون في غازات سامة محبوسة جوه المقبرة نتيجة تفاعلات كيميائية للمواد العضوية. ومن بعض النظريات برضه هو الضغط النفسي والجسدي على المستكشفين. المكتشفين دول كانوا تحت ضغط رهيب وبيشتغلوا في مكان مقفول مليان تراب، كل ده طبعا ممكن يأثر على صحتهم. وفي نظريات بتقول لك هي مجرد صدف وإحصائيات. ما ينفعش ننسى إن فريق الحفر كان عدده كبير، وطبيعي إن في ناس تموت لأسباب طبيعية على مدار السنين، خصوصا إنهم كانوا في فترة الطب ما كانش متقدم زي دلوقتي. هديك مثال، هوارد كارتر نفسه اللي هو كان أساس الاكتشاف عاش سنين طويلة بعد ما فتح المقبرة ومات لأسباب طبيعية وهو كبير السن. سواء بقى كنت مصدق اللعنة ولا مقتنع بالتفسيرات العلمية، قصة مقبرة توت عنخ آمون هتفضل واحدة من أكتر القصص اللي بتشد الواحد في تاريخ البشرية كله. دي بتفكرنا إن الماضي دايما مخبي أسرار، وإن قصة ورا قصة دايما فيها جانب تاني للحكاية. إيه رأيك أنت بقى؟ هل دي كانت لعنة حقيقية ولا مجرد صدف غريبة؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان توصل لكم كل قصة ورا قصة جديدة. سلام.